في قرية صغيرة تحيط بها الجبال والوديان، كانت تعيش فتاة صغيرة اسمها فاطمة. كانت فاطمة تحب الزهور كثيرا، حتى أنها كانت تزرعها في أصص صغيرة وتضعها على نافذتها، وتتكلم معها كل صباح كأنها صديقاتها. في أحد الأيام، بينما كانت فاطمة تتمشى في الحقل، رأت فراشة جميلة تلمع أجنحتها بألوان قوس قزح. طارت الفراشة أمامها وكأنها تقول لها: تابعيني. تبعت فاطمة الفراشة حتى وصلت إلى مكان لم تره من قبل. كان هناك باب خشبي صغير بين شجرتين، وعليه نقش زهرة وردية. عندما فتحت الباب، وجدت خلفه حديقة سحرية مليئة بالزهور التي تتكلم وتغني. قالت زهرة دوار الشمس بصوت دافئ: أهلا بك يا فاطمة، سمعنا أنك تحبين الزهور، فقررنا دعوتك إلى حديقة الأحلام. فرحت فاطمة كثيرا، وجلست تحادث الزهور، وتتعلم منها أسماء النباتات وألوانها، وحتى كيف تعتني بها. وعندما حان وقت العودة، أعطتها زهور الحديقة بذورا سحرية، وقالوا لها: ازرعيها في حديقتك، وستكبر لتصبح حديقة الأحلام عندك. عادت فاطمة للبيت، وزرعت البذور، وسقتها بحب. وبعد أيام قليلة، بدأت الزهور تنمو وتغني كما في الحديقة السحرية. ومنذ ذلك اليوم، أصبحت حديقة فاطمة مكانا يأتي إليه الأطفال ليروا الزهور، ويسمعوا منها قصصا جميلة. النهاية.